السلام عليكم. عايزين نقول حاجة كده قبل ما نبدأ إن شاء الله. نبدأ نقول الحلقة دي هنقول فيها إيه. أنا المستوى الأولاني ده كان هياخد مني، أنا كنت عامل كده بلان 6 7 8 حلقات أقدر ألم فيها كل حاجة، ولكن برضو أنا عارف إن المستوى التاني والتالت هيكونوا مدفوعين. ماشي. في ناس مش هتقدر ان هي تقدر تاخد الكورس المدفوع، فقلت ربنا يقدرني واقدر اخليكم تستفادوا اكتر استفادة، ولكن مش يوصل المستوى الاول ل15 حلقة. بالعكس، ده انا عايزه فاضل كمان 3 حلقات. فانا شايف الموضوع كبر قوي وعايز ابدا. يعني في ناس كتيرة جدا مستنية المستوى التاني، للناس اللي هي متقدمة مستنية المستوى التاني بالعافية، فممكن بنسبة كبيرة دي تبقى اخر حلقة في الجزء الاول، وممكن نشرح فيها برضو كام حاجة كده خاصة. برضو في أسئلة جاتلي كتير، كنت شايل الأسئلة دي للمستوى التاني، يعني مش هرد على الأسئلة، لا الشرح بتاع المستوى التاني، ولكن برضو ايه خلينا نشرحها برضو في المستوى الأولاني. وبس أتمنى تكون تفهمني في اللي أنا هقوله إن شاء الله، واحدة واحدة كده. وكان عندنا بس ايه الانديوسمنت وشوية تظبيط السيكولوجية المتداول وشوية استراتيجيات، نحاول نلم ان شاء الله كل الكلام ده النهارده. طبعا أنا مش محضر اي حاجه، ولكن عايزين نخلص. عارف انت اللي هو ايه، عايز اخلص بقى 15 حلقه. ايه 15 حلقه في المستوى الاول ده ازاي يعني؟ فبس خلينا بقى واحده واحده كده نبدا. انا كاتب كام حاجه كده ونبدا نقولهم واحده واحده. بص يا سيدي، انا احب الفهم مع السوق، مش بحب القواعد. ولكن تيجي تقول لي طب ما انت مديني قواعد، انا اقول لك ايوه عندك حق، انا مديك قواعد، ولكن في المستوى الاول بس. انا لازم اديك قواعد. انت مش عارف يعني ايه بي او اي، مش عارف يعني ايه اوردر، مش عارف يعني ايه هيكل، فلازم اديك القواعد انت تبدا تمشي عليها، تحفظها، تبدا تشوف السعر يطلع منه ينزل منين من المناطق دي. وبعد كده بقى انا كده بهيئك، لان ان شاء الله الناس هتكمل يعني المستوى التاني والتالت. بهيئك ان انا المستويين اللي جايين مش هقول لك قاعده، هو الموضوع كله هيبقى فهم. طيب جالي سؤال برضه من ضمن الحاجات دي، حابب برضه اوضحها لك عشان تبدا ايه تبص شويه للشرط بطريقه مختلفه. زي ما احنا قلنا الفير فاليو جاب بيبقى هو 3 شمعات، الشمعه اللي في النص كبيره كده، والشمعه التالتة تبقى مثلا عامله كده، وايه وليها ديل كده بسيط. تمام. لقيت واحد بيقول لي ايه، بيقول لي انا درست مع واحد قوي يعني في الاس ام سي. بيقول لك ايه، بيقول لك الشمعه دي لو هو مثلا اتجاه هابط، فالشمعه حمراء الهبوطيه، لازم الفير فاليو جاب يبقى ال3 شموع حمر. لو الشمعه التالتة دي مش حمراء، يبقى انا كده عندي مشكله، وده ما اعتمدوش في الفاليو جاب. فهو بيقول لي دلوقتي انا سمعت منك انت يعني ما خدتش بالك من حاجه زي كده، او ما قلتهاش، وهو قال ما تعتمدوش الفري فاليو جاب ده. فانا مش عارف اصدق مين، وانا اعذره لان في ناس برضو مبتدئه لسه مش عارفه اي حاجه، مش عارفه تصدق مين. انت لو حاجه زي كده انت تصدق نفسك انت الاول قبل ما تعرف يعني ايه فري فاليو جاب او شروطه. اعرف معنى الفري فاليو جاب ده ايه، هو ايه ميزته. لازم كل حاجه في الشرط الاوردر بلوك ده، ليه انا بستنى السعر عشان يوصل له عشان اقدر ابيع او اشتري، اشمعنى المنطقه دي بالذات، لازم تعرف صح ولا مش صح. فالحاجات دي ان شاء الله نتكلم عنها بعدين، ولكن انا بس لفت نظري موضوع الفير فاليو جاب ده. بص يا سيدي، الموضوع ده حاول ايه يعني تاخد الموضوع مش كفهم فير فاليو جاب بس، لا تاخد الموضوع يا رب بتاع ده يكون شغال الحمد لله. تاخد الموضوع ده كفهم او تغير نظرتك للسوق، تشيل القواعد من دماغك خالص، افهم السوق عايز يتحرك ازاي وبيعمل ايه. دلوقتي انا عندي الفير فاليو جاب ده لو هيدل على حاجه واحده بس، ان في ناس باعت من المنطقه دي في الشمعة الأولى يعني، وبدأت في الشمعة التانية تضخ مبالغ رهيبة رهيبة رهيبة، هي اللي وصلت السعر للمنطقة دي. يعني ما كانش فيه كده، أو كان فيه كده بطريقة بسيطة. والمهم إن هي الشمعة اتفتحت هنا، وليكن مثلا عند الدهب 3000، نزلت الشمعة ل3000 إلا 5، يعني نزلت ممكن 50 بيب ولا حاجة في شمعة واحدة، وده طبيعي جدا في الفير فاليو جاب. فده لو هيدل إيه، هيدل إن في ناس باعت بكمية رهيبة جدا في المنطقة دي. المنطقة دي مش سهلة كده، مش زي أي شمعة كده وخلاص، صح كده؟ طيب، بما إن في ناس كتيرة جدا كانت مهتمة إنها تبيع من المنطقة دي وتوصل للشمعة دي للآخر كده، مش زي أي شمعة وخلاص، يبقى أنا كان عندي ناس كتيرة جدا مهتمة بالمنطقة دي إنها ترد السعر. فبقى أنا عندي السوق عامة زي ما قلنا، او مش عارف قلت لكم ولا لا، بيتحرك للسيولة داخلية لسيولة خارجية، ماشي، او يتحرك لمناطق الاهتمام. فدي بقت منطقة مش منطقة عادية، لا منطقة اهتمام. ليه؟ لان في ناس باعت بكمية رهيبة جدا.
فدي بقت عندي منطقه اهتمام. زائد اصلا اي فير فاليو جاب بيبقى سيوله داخليه، يعني ما كناش زي ما قلت لك في السيوله في المستوى الاول. ولكن انا دلوقتي هتفرق في ايه الشمعه دي؟ خضراء، صفراء، حمراء، بنفسجي، هتفرق في ايه؟ بما ان انت فهمت المنطقه دي هي منطقه اهتمام، ناس كتيره ضخت الفلوس في المنطقه دي وصلتها لهنا. يعني مثلا لو اجيب لك مثلا اي مثال كده، شايف كل الشموع دي منطقه عاديه جدا زي ما انت شايف. فين منطقه الاهتمام؟ هي المنطقه دي اللي السعر بدأ، او الناس يعني البنوك ان شاء الله نبقى نعرف ازاي حركتهم في المستقبل باذن الله، هي اللي ضخت كل الكلام ده. فهي المنطقه دي هي اللي عندي، هي دي اللي قويه، هي دي المنطقه اللي منطقه اهتمام زي ما قلنا. ما مش هتفرق بقى الشمعه التالتة تيجي بقى، يعني الموضوع ضايقني بصراحه، فاهم انت؟ فبس عشان كده بقول لك اي حاجه انت مش عارف مين الصح مين الغلط، حجم عقلك، حاول تفهم الموضوع ماشي ازاي. هو مش قرآن بنمشي عليه او قواعد بنمشي عليها، لا، احنا بس شويه قواعد نفهم الاستراكشر ماشي ازاي او مدرسه، وبعد كده نبدا ايه واحده واحده تفهم السوق ماشي ازاي. خلصنا الموضوع ده، حاولت ان انا افهمه لكم واحده واحده كده. وتعالى بس نتكلم شويه عن الهيكل، حاجه مهمه ممكن اكون اتكلمت عليها قبل كده ولكن كنت شايل المستوى التاني، ولكن اتمنى ان انت تفهمني. انا دلوقتي لو عندي اتجاه صاعد وبدأ السعر يديني بص بعد كده، يديني بص بعد كده، يديني بص في المنطقة في المناطق كل شوية بنرسم الموضوع ده، وبيديني بريك اوف ستراكشر، بريك اوف ستراكشر، بريك اوف ستراكشر. مشاكل الاس ام سي يقول لك ايه؟ يقول لك ساعات ايه هي؟ ساعات ان السعر يديني بريك اوف يديني تشينج اوف كاركتر. مش انا دلوقتي عندي القمه دي والقمه دي، يبقى ده اقل قاع ما بينهم. ايوه، ساعات السعر يعمل لي ايه يا عمرو؟ ساعات السعر ينزل يكسر لي التشينج اوف كاركتر، مش بديل، لا، انت قلت، انت علمتنا سحب السيوله ان هو السعر بيسحب السيوله ويطلع يكمل، لا، بيكسر لي بديل. وبعد كده انا بقى ايه مستني بيعمل هنا، الاقي السعر كمل صعود تاني. طب ما دي برضه حاجه مشكله، احنا مش متعودين على كده. هو انت اي نعم قلت لنا هو بيحصل 80%، ولكن انا مش متعود، صح؟ طيب هل انت عندك حل للموضوع ده؟ اقول لك اه عندي حل، بس ايه كنت شايله تبقى المتقدم شويه تبدا تشتغل عليه. ولكن خلينا برضو ايه، مش خساره فيكم حاجه، خلينا نبدا ايه واحده واحده كده ايه نتكلم. انا مش مجهز حاجه على الشرط يعني ان انا ابدا اشرحها لكم، ولكن هشرح لكم اغلبيه الشغل ده نظري، عشان برضه عايزك ايه، لان انا ليا استراتيجيه تانية في السيكولوجي بتاعت طريقه الدخول وازاي تحاول تدير راس مالك، مش زي اي حد هيقول لك يعني. فالفيديو ده حاول ايه الخص لك كل الكلام ده، اطمن برضه ان الفيديو شغال ممتاز. طيب انا ممكن اقدر اقول لك ايه؟ ممكن اقدر اقول لك ان انا عندي اي قمه، وليكن ان ده بص، تمام؟ طيب ابدا اعمل ايه بقى يا سيدي؟ تبدا تشوف البص ده، الكسر بتاعه، ماشي؟ ركز معايا في الكسر بتاعه ده. الكسر قوي، قوة 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 قوة، تقدر تتوقع ان السعر هيصحح لحد 30% من اخر قاع. يعني انا مثلا لو جيت، انا ما بحبش اشتغل على فيبوناتشي، بس يعني خليني اوريك. لو جيت شديت الفيبوناتشي من فوق لتحت، هيوصل للتلت الاولاني. يعني السعر ممكن يرد من اول منطقة من التلت الاولاني. يعني لو هنقول مثلا في اوردر بلوك مثلا او بي الاولاني والتاني والاخير مثلا، لا، نسبة احتمال ان هو يرد من الاولاني اكتر من التاني، فهمنا؟ طيب لو جه كسر لي بضعف، يعني ايه بضعف؟ يعني انا مثلا جه عندي هنا ده البريك اوف ستراكشر بتاعي، والسعر بدأ يعمل لي كده، يعمل لي كده، ويعمل لي كده، وراح بدأ يكمل هبوط، صح كده؟ اقول لك اه، تيجي تقول لي طب انا هرسم بقى الفيرست او بي والسكند او بي اللي هو سوري يعني الاخير، صح كده؟ اقول لك اه عندك حق، ولكن ساعتها، طب خلينا باشا انا اقول لك، انت دلوقتي يا سيدي القمه دي قمه قويه، هو السعر الناس باعت من المنطقه دي، فلما السعر يطلع يكسرها بالعافيه تقدر تشوف سيوله من غير سيوله. يعني عشان انت برضو ما صعبلكش الامور، تقدر تقول ان الناس اللي هنا او الناس اللي بدات تبيع، بدأ الناس اللي سوري الناس اللي هنا بدأت تشتري، بدأت اللي تبيع تبقى قوية او بدأت تبان في المناطق دي، فالسعر مش قادر يطلع اكتر. فتبدأ تتوقع ايه؟ تتوقع قوة البائعين، فالسعر هينزل لك بقى لحد فين؟ لو رسمنا فيبوناتشي مثلا كده، يبدأ مش هيوصل بقى ل30%، لا، ولا هيوصل ل50%، لا، هيوصل لمنطقة الاكستريم، لان خلاص منطقة البائعين هي اللي بدأت ايه تشد في المنطقة دي، لان هو مفيش كسر قوي او مش كسر طبيعي، لا، ده هو اصلا طالع كسر بالعافية. فاهم قصدي؟ هوريك برضو مثال للموضوع ده.
فده لو هيدل على ايه؟ لا اما السعر يرد لك من الاكستريم برضو على حسب طبعا كل حاجه على حسب البرايس اكشن، وايه لا اما السعر ينزل يكسر لك اللي تشك او يسحب لك اللي تشك ويطلع. المهم ان انا مستني السعر اقل حاجه خالص هيكسر لي 60 70% من الموجه. بعمل ازاي؟ بطلع انا مثلا اخد فيبوناتشي او اخد، انا ما بحبش ارسم فيبوناتشي زي ما قلت لك، ما بحبش امشي على القواعد. ترسم مربع كده فين ال 50% هنا وليكن، شايف المربع ده باين لك 50%. توقع مثلا السعر يوصل هنا، تبدا تشوف مناطق الاهتمام او تتوقع ان السعر ممكن يكسر لك، يبقى انت بالكسر عرفت ان السعر يوصل لك لحد فين. وبرضه بناء على برضه كام حاجه كده برضه ايه، السيوله وهي نازله بيقول لك ان انا هيكسر ولا لا، هو نازل بس يرد من الاكستريم ولا لا هو يسحب، برضه دي ايه بتعرفها من البرايس اكشن وهو واصل للسعر. لسه دلوقتي حالا لسه منزل فيديو قلت لك ايه، مش عارف اذا كنت شفته ولا لا. الشاطر مش اللي، معلش لو بهدلت لك الشرط شويه، الشاطر مش اللي يرسم مناطق قويه، ان انا شايف المنطقه دي محققه كل الشروط وكده، ده اي نعم في المستوى الاول. ولكن الشاطر اللي يشوف السعر وهو نازل بيكلمك بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا سايب لك سيوله هنزل. طبعا السيوله زي ما قلت لك المستهدفه واللي مش مستهدفه دي ما اتكلمناش فيها، ولازم ليها لمستوى، ليها مستوى كامل. ولكن السعر وهو نازل يبدا يقول لك انا هطلع، انا مديك دلاله ان انا هطلع، ولا انا اصلا مش مديك سيوله، انا عامل لك سيوله شويه سيوله وخدتها مثلا وليكن، خلاص يبقى انا مش هطلع، يبقى انا خلاص هخسر المنطقه دي. وانت يا عيني اصلا مش فاهم، انت متبع القواعد ومستني ده اوردر اكستريم قوي، لا مش كده يا شباب، التداول مش كده والله. لو سهل كان كل الناس كسبت. فانت حاول تشتغل يعني خليني اقول لك حاجه، 90% من المتداولين زي ما احنا عارفين بيخسروا. طب 90% اكيد هم اتعلموا الاس ام سي او اتعلموا اي مدرسه، هو اصلا 90% منهم اصلا شغالين بالاس ام سي يا شباب، كل السوق دلوقتي بقى شغال بالاس ام سي. ف... فكله خلاص بدأ يحفظ القواعد، طالما هي حفظ وخلاص فكله بدأ يحفظ القواعد وبدأ برضه يخسر. طب ليه انا بخسر مع ان انا حافظ القواعد صح؟ هي دي بقى شطارتك، انت تقدر تتفوق على نفسك في الموضوع ده، مش تبقاش زيك زي 90%، حاول تفهم مش تحفظ. فده برضو من ضمن الفهم اللي انا قلت لك عليها، ماشي. طيب يبقى انا كده عرفت ان انا لو السعر كسر وبدأ يهبط يبقى انا ما اتوقعش ان هو يرد من اول منطقة، بالعكس ان انا متوقع ان هو هيهبط من ايه، من المناطق اللي تحت، ماشي. طيب عندي حاجة تالتة وهو ان السعر كسر طبيعي خلاص، اللي هو ايه بقى، كسر طبيعي، ماشي. ساعتها ان هو ايه الاوردر بلوك ده لو هنا اللي هو الاكستريم ده لو هنا، هو عمل كده ليه؟ المهم الاكستريم ده لو فوق شوية تبدأ تقول لا مش هيحترمه. ليه مش هيحترمه؟ لأن هو فوق ال30%، ممكن تقول إن السعر ممكن طبيعي ممكن يوصل، تتوقع إن هو يوصل للأوردر بلوك لو موجود في ال50%، أو لو في سيولة هنا في ال50% يسحبها ويطلع يبدأ يطلع. لو هتكمل معاه في المستوى التاني إن شاء الله نبدأ نعرف نخش صفقات من غير أوردر بلوك، بمجرد سيولة فقط لا غير، ماشي. فبس كده احنا فهمنا شوية في السيولة. تعالى كده اديك برضو شوية تطبيق كده عليهم قبل ما نبدأ نشتغل. بص يا سيدي، انا وليكن هنا انا عندي ايه، انا عندي هنا دلوقتي حالا ده في اخر حركه للذهب، انا عندي هنا ليكويديتي صح كده. طيب السعر بدأ يعمل لك ايه، مجرد ما سحبها بدأ يصحح شويه. طب ده ايه، ممكن السعر يكون بيصحح يوهم المتداولين ان هو هيهبط، خاصه ان الناس بتوع التحليل الفني ما بيصدقوا المناطق اللي زي كده، يقول لك ده كسر كذب وبتاع، وهم انا اسف يعني مش فاهمين، هم برضو متبعين قواعد واخدينهم من الناس، ويبدأ السعر يعملها كده ويطلع صح كده، طبيعي جدا. انما انا بالنسبه لي لو السعر بدأ يصحح شويه حلوين كده خلاص، يبقى انا ابدأ اعمل ايه، عكس الاتجاه صح. ولكن انا هبدأ ابيع واستهدف بقى ايه، لو انا رسمت الفيبوناتشي من القاع للقمه زي ما، او رسمت المربع او بدماغك كده، هبدأ اقول ان السعر هينزل تحت ال50 و60%، لان هو الكسر ضعيف. القمه دي القمه دي مجرد ما السعر طلع ما قدرش يقف فوقها شويه، فخلاص الكسر ضعيف، اتوقع ايه، اتوقع الهبوط. فهمت الحته دي؟ يبقى انا اقدر لو خدت صفقه اقدر اسيبها لحد فين يا سيدي، لحد ال50%، ماشي. لو انت برضه مش فاهم سيوله شويه، انا كل ده براعي ان انت معاك المستوى الاول فقط مش فاهم سيوله. طيب انا هنا عندي ايه برضه، تعالى اديك برضه امثله. انا هنا عندي في ال4 ساعات كانت دي قمه، ماشي. فين القاع بتاعها وليكن، ده القاع بتاعه، شايف انت ده يعني ده قمة وده قاع صح. لما لا سوري يا شباب، تصدق ده القاع وده القمة. لما السعر عمل لك قمة هنا ونزل بدأ ايه يطلع، انا مستني كسر المنطقة دي وليكن عشان يعمل لك بريك اوف ستراكشر، ماشي. سيبك من بريك اوف يعني هو غلط وكل حاجة، ولكن انا بس بديك مثال لان انا زي ما قلت لك انا مش مجهز.
فانا مجرد ما السعر سحب السيوله او عمل لي بريك اوف ستراكشر، اتوقع ايه؟ اتوقع السعر ينزل. زي ما قلت لك انا مستني هنا، لو في اوردر بلوك انا مش هشتري. ليه مش هشتري؟ لان انا خلاص انا شايف هنا الناس البائعين هنا شدوا حيلهم وبدأ السعر يهبط. هشد الفيبوناتشي من فوق لتحت وهبدأ استهدف تحت ال50%، او يعني هبيع من هنا لو قدرت الاقي صفقة، وابدأ استهدف تحت ال50%. فهمت؟ طب تعالى احاول اجيب لك مثال كده مثلا على اي زوج ان السعر بعد الكسر اهو مثلا يا سيدي. بص، مش ده عندي بص في المنطقة دي كده؟ طيب بالبص ده انا مستني ايه؟ شايف القوة صحح شوية صغيرين، ماشي هو حتى ما صححش، حتى هو بدأ يكمل. فاهم قصدي؟ يعني مش شرط يصحح 30%، ده يا ريت يوصل ل30%. فاهم؟ طب لو جبنا القاع من القمة مثلا، تعال نشوف. ادي عند القاع للقمة ما وصلش، ما قدرش يوصل ل 30%. 30% اهي وما قدرش يوصل. ساعتها ممكن تقول ايه؟ لو ما فيش ارض بلوك هنا ابدا اعتمد البريكر لو في بريكر هنا. فهمت؟ طبعا انت عارف ايه هو البريكر بكل اختصار. طيب تعالى مثلا اديك مثال تاني. انا عندي هنا، عندي هنا فين؟ طيب مثال تاني، ايوه اهو يا سيدي. انا دلوقتي مش ده عندي بريك اوف ستراكشر صح كده؟ طيب الكسر ده كان ضعيف ولا قوي؟ لا كان ضعيف، لا سوري كان قوي يعني. طيب القوي ده زي ما انت شايف هو مش سهل، مش محتاج يصحح. هو هنا بيدل على قوة الشارئين، مش محتاج ان هو ينزل ياخد سيولة يا باشا. شكرا، ده انا منضفها اصلا من هنا. يعني انت لو فاهم سيولة شوية هتلاقي السعر مش محتاج ينزل هنا، نضفها وهنا نضفها، خلاص شكرا. زي ما انت شايف مش محتاج يصحح. طب تعال نشوف اول ما اداني هنا، يعني هو اصلا صحح لحد فين؟ لو خدنا من القاع للقمة يا جدع ده ما كملش 20%. فاهم؟ طيب انا عايز اديك برضو مثال للوسط. ادينا مثال للهابط للصاعد. ده الدهب يا شباب، ماشي. فين. طيب هنا برضو مش ده بص صح كده؟ طيب زي ما انت شايف تك 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 تك. فانا ما اتوقعش ان السعر بقى ايه؟ يعمل لك قمه نظيفه يبدا السعر يصحح ويكمل صعود ويكمل هبوط. لا بالعكس، انا عايز اديك بقى ايه؟ قمه مكسوره، سوري، كسر ضعيف. ايوه اهو، تعالى يا سيدي، ده كسر ايه؟ اهو، ده كسر ايه؟ ضعيف. شايف الكسر الضعيف عامل ازاي؟ واخد بالك؟ طيب هرسم من القاع للقمة واشوف السعر وصل لفين. بص نزل لحد مثلا 66 او 68% والرد من الأوردر بلوك. طب يبقى انا الكسر الضعيف ده ماشي، بس برضه يعني هو مش ضعيف 100%. الضعيف يبقى شمعة شمعتين وهوب مرة واحدة. ولكن الكسر الضعيف ده واخد بالك زي ما انت شايف، بص وصل السعر لفين. لو انا عندي اوردر بلوك هنا انا مش هحترمه. يعني زي ما انت شايف هبدا ايه؟ اخش واحده واحده واشتري لسه في حاجات كتير قوي في الهيكل، ولكن انا اشتغلت عليها وبدات افهمها لكم. هنعمل المستوى الاول 30 حلقه، كتير كتير قوي بصراحه يعني. خلصنا موضوع الهيكل، حبيت بس افهمه لكم. لو فهمت لو انا في كام حاجه كده ممكن اكون ناسيها. طب خلينا برضو ايه نديك اخر مثال هنا مثلا. بص ده عندي بص اهو القمه دي اعلى بص صح؟ شايف الكسر ضعيف ازاي؟ يبقى انا ابدا احاول ابيع. ليه بقى؟ لان انا عندي ده اللي تشك من، او ده مثلا القاع يا سيدي. فلو هشد فيبوناتشي من القاع للقمه، بص السعر وصل لحد فين؟ للقمه. بص يا سيدي السعر وصل لحد فين؟ ده كسر ال 80 90%. فاهم قصدي؟ وساعات ممكن يعني لو بص هو حتى فين الاكستريم السعر صحح من عليه. فانا اتوقع ان السعر يوصل الاكستريم واقدر ابيع من هنا لحد ما السعر يوصل للاكستريم قوي يا سيدي لحد 50%، لان عكس الاتجاه. فهمنا الحته دي؟ ف في حاجات كتير جدا في الهيكل مش هقدر ان انا اشرحها لك في المستوى الاول لان ممكن ما تستوعبهاش. عايز اديك برضو مثال للتشوك وبعد كده اداني تشوك تاني. حصل لي على مثلا الياباني وليكن. خلينا نشوف كده الياباني في اخر حلقة. تعالى يا سيدي بص، انا عندي ايه؟ ده قاع زي ما انت شايف اهو. شايف القاع ده؟ طبعا هو القاع ده ولا هتشك ولا مش هتشك. المهم انا بوريك بس من كسر القاعات. شايف القاع ده؟ هو اولا اللي تشك كان عندي هنا بالنسبه لربع ساعه. مش شرط بقى اجيب لك من الاول وكده، المهم ده اللي تشك حقيقي بالنسبه لربع ساعه. صدقني يعني مش هضحك عليك. والسعر اصلا كان صاعد زي ما صاعد اداني بص اهو يا سيدي. بص وبعد كده اداني تشوك هنا. ماشي. طب بعد ما اداني تشوك هنا بدأ المفروض بقى يهبط. طب اداني هنا اقل قاع، فانا مستني ايه؟ مستني السعر يسحب البص عشان يبدأ يصعد وابيع صح كده؟ طيب انما القاع ده كان واخد سيولة هنا قوية. شايف السيولة دي؟ المنطقة دي السعر فضل ينزل ينزل ينزل، خدها بقوة ومن بعدها بص شايف انت قوة البائعين في المنطقة دي تك 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 تك
عشان بس يعمل ايه، يوصل المنطقه السعر للقاعده او ياخد دول. يعني انت بص، حتى خدهم ما خدهمش عاديه، لا ده خدهم وبقوه. فمعنى ان القوه دي كلها تقف مع اخذ القمه دي وتلاقي كل ده صعود، تبدا تفكر بنسبه 70 80% ان اللي تشك هيحصل تاني. فهمت الموضوع؟ هو بس مجرد فكر، مش مجرد تطبيق قواعد. تيجي تقول عملت شك خلاص، واخد بالك؟ لا يعني من ضمن القواعد يعني اللي انا بقول لك عليها دي، ممكن حد ما ياخدش باله، ولكن عايزك تاخد بالك يعني ان مع فهمك للسوق زي ما انا قلت لك كده، شايف سيوله قويه جدا، السعر نزل خدها وبقوه جدا. ازاي ياخدها بقوه دي ومش قادر يا سيدي يكمل هنا؟ لا ده هو اصلا نازل بالعافيه عشان ياخد دول، تحس ان هو مغصوب يعني عشان ينزل ياخد دول. وبعد كده بص القوه الشرائيه عامله ازاي، وبعد كده عمل تشيك وكمل صعود. فهمتوا؟ فهو ده موضوع اللي زي ما بقول لك الايه، الهيكل، وازاي تقدر تعتمد على الهياكل. وانا اسف ان انا ما طبقتلكش كتير، لان انا الحلقه دي زي ما قلت لك مش مجهزه، عايز اخلص بس ايه من المستوى الاول. طيب يبقى انا هنا برضو عندي حاجه حلوه، ايه هي برضو؟ خلصنا خلاص الهيكل. تعالى بقى نتكلم شويه عن حاجه مهمه جدا، وهي مش زي اي حد هيقولها لك، وهي ازاي تقدر تتحكم في راس مالك في الصفقات. بص يا سيدي، اولا انا احب اقول لك ان انت طول ما انت مش قادر تصبر على هدفك، طول ما انت مش هتكسب فلوس. ماشي؟ طيب يعني ايه مش تصبر على هدفك؟ هقول لك انا يا سيدي. دلوقتي انا عندي مثلا هنا، برضو دايما همثل لك في مثال صاعد. ماشي؟ طيب وبعد كده اداني هنا. فانت بالنسبه بقى لتحليلك بقى مع الكسر اللي انا قلته لك ده، مع السيوله، شويه السيوله اللي هو سابها لك، فانت متاكد ان السعر هيوصل للاكستريم وهيبدا يكسر لي القمه دي عشان المنطقه دي قويه. وليكن يا سيدي ان انت هتخش اجريسيف، بلاش يا سيدي الانت اللي احنا قلنا عليه، هتخش اجريسيف. طيب اول لما انا اخش اجريسيف كده، اول حاجه هبدا احسبها اي صفقه اخشها، ابدا احسبها هل انا السعر قبل، صح يا شباب بما ان البتاعه دي جت. بصوا دي شويه اسئله هنبدأ إن شاء الله نجاوبها، ممكن في المستوى الثالث. كل حلقة لها ساعة للأسئلة دي، يعني أنا كنت بجهزها كده، اللي هي ممكن مشاكل كتيرة جدا في للمتداولين. يعني أنا كنت مجهزها إمتى محتاج السعر، محتاج سيولة أكتر، إمتى السعر نقول اكتفى بالسيولة، إمتى السعر يحترم المنطقة اللي أنا مستني السعر يوصل لها، إمتى هيسحبها ويرد منها. فالأسئلة دي إن شاء الله نبدأ نجاوب عليها في المستويات اللي بعد كده. فبما ان والله هي جت انا مش مجهزها يعني، فهي لقيتها جت قدامي، هو اصلا الشرط كله عك بالنسبه لي من ساعه ما بدات الكورس ده. فخلينا بقى ايه نكمل الموضوع ده. انا دلوقتي وليكن عندي قمه او هدف انا مستنيه. ماشي؟ طيب انا اول حاجه هرسم الستوب والهدف بتاعي. بما ان انا رسمت الستوب والهدف بتاعي ولقيته اقل من 3 ار ما اخشش، والله ما اخشش. ماشي؟ هو ايه ده البتاع ده مش شغال؟ ما اخشش الصفقه اقل من 3 ار ما اخشش. ليه بقى يا سيدي؟ لو انت هتفضل تخش لي صفقات اقل من 3 ار وانت مش يعني انت اصلا مش واثق من التحليل. يعني انت مثلا وليكن انت الى الان صفقاتك الستوب بتتضرب اكتر من صفقاتك المكسب، فانت لما تاخد لي 3 صفقات 3 ار وانت ضامنها، احسن ما تاخد لي 10 صفقات 2 ار وانت ضامنهم. يعني انا مش عارف اوصلها لك المعلومه. انا صفقاتي الاقل من 3 ار انا ما اخشهاش، ما تستحقش ان انا اخشها. لا دور على صفقه غيرها. معايا في الحته دي؟ طيب عايزين نقسم راس مالنا. انا دلوقتي بحب ان انا اتعامل مع حسابات تمويل. لو انت ما بتحبش تتعامل مع حسابات تمويل، الفلوس بتاعتك وليكن انت معاك، خلينا ندي مثال 100 دولار، خلينا 1000 دولار. انت معاك 1000 دولار، تيجي على طول كده، تيجي على طول ال1000 دولار دول تقسمهم على 20 صفقه. لو انت لسه في البدايه 20 صفقه، ال20 صفقه يبقى انت هتخش كل صفقه ب50 دولار. ماشي؟ يبقى انت قبل ما تخش الصفقه، انت مثلا وليكن السعر هيوصل هنا، فانت بتكون محدد الستوب لوس بتاعك وتحدد الهدف. مش شرط بقى، سيبك من الهدف دلوقتي، انت كده قلنا الهدف مش اقل من 3 ار. انت تقوم محدد الستوب لوس بتاعك في المنطقه دي، وتخش على تريدنج فيو. لو انت مش فاهم اللي انا اقوله لك ده قول لي، اكتب لي تعليق، هحاول ان انا افهمه لك ان شاء الله في فيديو كده، اعمل لك اصور لك الميتا تريدر، اوريك ازاي اصلا تقدر تحدد ال50 يورو دي. ماشي؟ لان انت عمرك ما هتخش نفس الصفقه اي صفقه بنفس اللوت، يبقى انت كده فيك حاجه غلط. دايما الصفقات بتختلف باللوتات على حسب الستوب بتاعك. لو انت مش فاهم برضو اللي انا بقوله لك، ممكن اعمل لك فيديو عليه ان شاء الله. لو انت سبت لي يعني كومنت لقيت ناس كتيره مش فاهماه، ابدا اعمل لك الموضوع ده.
فانا ما ينفعش اخش اكتر من 50 في الصفقه حتى لو الصفقه قويه. انت لسه في البدايه، حتى لو الصفقه قويه ما ينفعش تخش اكتر من 50، وما ينفعش تقفلها اقل من 3 ار ار. في ناس بتعمل لك ايه، في ناس تقول لك ايه، يا عم انا هاخد تي بي هنا الاولاني، وده النصب بتاع الفي اي بي، وانا ما بفضلش الموضوع ده، هاخد التي بي هنا التاني. بس انت امتى تاخد التي بي؟ لما تلاقي الصفقه بتاعتك 30 40 ار، ساعتها تاخد بقى ايه تي بي. يا عم سيدي بلاش 10 ار ار، تاخد التي بي الاولاني بعد 3 ار ار، تاخد التي بي التاني بعد 7 ار ار. فاهم قصدي؟ على حسب برضو استهدافك للمنطقه وقوتها، وهي مع الاتجاه ولا لا. ولكن انا ما بفضلش بصراحه، انا بشتغل ايه، لا يجيب الهدف كلها لما ما تجيبش الهدف كلها، انا ده شغلي. حتى ممكن صفقه تجيب لي 18 ار ار وتعكس عليا طبيعي جدا، ولكن الصفقه اللي بعدها تجيب لي ال 30 وانا مرتاح، تجيب لي ال 10 وانا مرتاح، تجيب لي يا سيدي الخمسه وانا مرتاح. فاهم قصدي؟ طيب دي اول حاجه. بدانا عرفنا ان احنا نخش 20 صفقه بالحساب بتاعي. ماشي. طيب عندي حاجه تاني، ايه هي؟ ان انا ما اجريش ورا الصفقات. انا بالنسبه لي انا كعمرو والله هم صفقتين ثلاثه اللي بخشهم في السوق في الاسبوع كله. ليه؟ انا مثلا دلوقتي بفضل متابع السوق. متداول الشاطر دايما 80% بره السوق، 20% بيتابع السوق. انا مثلا يكون عندي منطقه هنا مستني السعر يوصل لها، طب السعر ما وصلهاش، وصل لهنا، ماليش دعوه. اما اديك مثلا لو انت يعني مبتدئ لسه والسعر ما وصلكش المنطقه، ماليش دعوه. ممكن يبدا يعمل كده، تقول ايه ده ايه ده، ده هيوصل للمنطقه لا انا اخش اشتري من هنا، اصطب هنا. واخد بالك انت؟ يوم السعر عامل لك ايه، يوم السعر طلع شويه او مثلا يعني تطلع شويه يامن لك ولا اي حاجه، ويقوم نازل ضرب لك ستوب او ضرب لك التامين. هو اصلا بيعمل ايه؟ هو هنا اصلا السوق بيلعب على المتداولين في النفسيه. ما هو ده بقى شغل النفسيه. انت بص اقول لك على حاجه، انت عمرك ما هتكون اذكى من السوق. يا رب تعالى اكون بيسجل عشان خايف. انت عمرك ما هتكون اذكى من السوق. فدايما لازم تعرف ان السوق بيلعب على المشاعر. فانت مجرد معرفتك ان السوق بيلعب على المشاعر، مجرد ما تشوف حاجه زي كده ويبدا يطلع، ماليش دعوه، ما يطلع يا عم. انما ما حققليش الشروط. ايه هي الشروط؟ ان انا السعر يوصل لي ويديني تاكيد، خلاص ما اخشش. عايز تخش يا عم واخسر براحتك، ولكن والله العظيم لو ما سمعتش الكلام ده والله العظيم هتفضل تخسر وما هتطلع كسبان ابدا من السوق. فحاول تقدر تفهم السوق بيخسر المتداولين ازاي، وحاول تفهم طريقته. فهمت؟ طيب يبقى انا كده عرفت ان السوق بيلعب على المشاعر. في اي صفقه السعر ما وصلش للمنطقه بتاعتي مش هخش. اخش خلاص، اخش استهدف المنطقه بتاعتي وليكن اسطبك تحت. ولكن زي ما قلت لك لو لقيتها اقل من 3 انا ما تخشش. انا بقول لك كده، ده رايي. ده انا اشتغلت كتير وطبقت كتير وعملت، والله العظيم ما في افضل من الكلام اللي انا بقوله لك ده. اقل من انا مثلا صفقه مضمونه وكل حاجه 3 ار ار ما اخشش، ما تستحقش المخاطره اقل من 3 ار ار. فاهم انت؟ خاصه برضو ان انت صفقاتك الخسرانه اكتر من الكسبانه لو انت لسه في المستوى الاول. فاهم؟ طيب ايه تاني؟ دايما دايما ما تخليش الشموع تأثر فيك. ليه بقى؟ لأن السوق هو 80% أو 90% من شغله على مناطق الاهتمام. ما هي مناطق الاهتمام دي بالنسبة لك الأوردر بلوك، أو خلينا مثلا أجيب لك على الشرط. وليكن أنا عندي هنا أوردر بلوك. ماشي. خلينا يا سيدي أجيب لك أوردر بلوك واضح وصريح عشان تفهم المقصد من كلامي. أنا يا سيدي عندي هنا أوردر بلوك في المنطقة دي. ماشي. طبعا احنا ما بنتكلمش بقى على ازاي ايه شروط. المهم ان انا عندي اوردر بلوك في المنطقه دي. هو السعر عارف المنطقه دي اوردر بلوك للتحليل الاس ام سي، اوردر بلوك لتحليل الاي سي تي، دعم ومقاومه للمحلل الفني، منطقه عرض وطلب للموج. فهو السوق كله الشغل كله على ايه؟ على نفسيه المتداول، لان هو عارف ان هو مش هيخش من هنا. السوق مش عارف ان المتداول مش هيخش من هنا، عارف ان المتداول مش هيخش من هنا. صح ولا مش صح؟ انت بتستني الاوردر بلوك لمنطقه اهتمام لفري فاليو جاب، هو بقى السوق كله اللعب كله عليه. فانت لما يبقى في صفقه انت ضامنها وعارف ان السوق خلاص، انا تحليلي ممتاز والله، شايف ان السعر مش هيكسر المنطقه دي، فببدا اعمل ايه؟ ابدا اخش واقفل الشرط بقى. هتلاقي بقى الشرط كل شويه يقول لك ايه، يوهمك بالنزول. والله العظيم هي دي النفسيه اللي بقول لك عليها، انا وقعت فيها كتير. بص يا سيدي، انا دلوقتي ايه، بعت من هنا ماشي، تلاقي السعر إيه؟ بدأ ينزل، تقول ايوه ده السعر احترم لي المنطقة. مش تيجي تسكت بقى وتحط لي ستوب، لا ده انا دخلت من هنا باتنين لوت، انا عايز استفاد بقى، اخش من هنا كمان. فين يا سيدي البتاع؟ انا دخلت من هنا، انا عايز اخش من هنا لان السعر عمال ينزل، عايز اخش من هنا، عايز اخش من هنا، انا عايز اكسب اكبر استفادة، بما ان انا ما صدقت المنطقة السعر وصل للمنطقة. يقوم تك ضرب لك ستوبات
وهي دي النفسية بتاعت المتداول. عشان كده بقول لك ما تخشش اي صفقة غير بالانتري. اتمنى او يا سيدي من يعني حاول تشوف اي كسر على الفريمات الصغيرة، وبعد كده ابدا خش صفقتك. دخلت صفقتك اقفل الشرط، اقفل الشرط ما تفتحوش. والله هو الشموع دي هي بتلعب على النفسية. الفلوس طول ما انت شايفها على المتر عمالة تطلع وتنزل، بقت 10 دولار، بقت 2000 دولار، بقت 5 دولار، هي دي اللي بقول لك عليها، دي النفسية. طول ما انت لسه مستسلم للسوق يلعب بنفسيتك، والله ما هتكسب. لازم تبقى قوي في الموضوع ده. ماشي. اتمنى ما كنتش طولت عليك، كانت حلقة نظري كده، ما فيش حاجة اقدر اتكلم تاني عليها. ممكن نشرح حلقة الانديوسمي. معلش برضو عشان حاجة اقدر نسيت اقول لك عليها في الاستراتيجيات. انا عندي استراتيجية انا اشتغلت عليها وقريتها لكم، اللي هو الاكستريم او بي، صح كده. لو انا عندي مثلا ده تشينج اوف كاركتر، فببدا اشوف الفيرست او بي والاكستريم او بي. تمام كده يا سيدي. تمام. طيب. عندي برضو استراتيجية تانية، وهي كانت هتبقى الديلي بايز وكده، ولكن ممكن بقى نشرحها في الوقت التاني، لانها برضو عايزة 3 حلقات تانيين او حلقتين، فبلاش عشان ما اطولش. انا شايف ان انا طولت جدا جدا في المستوى الاولاني. عندي بقى حاجة تاني، ايه هي؟ لما السعر يبدأ يعمل لي منطقة كده ويبدأ ينزل ويطلع المنطقة دي، يسحب سيولتها ويكمل هبوط. مش احنا قلنا ان الشمعة دي في الكورس شمعة سنجل كاندل، صح كده؟ ايوه صح. طيب ايه هي استراتيجية السنجل كاندل؟ السنجل كاندل من اللي احنا قلناه دلوقتي هي سحب السيولة اهي، سحب السيولة، خليها نسميها سويب ليكويديتي. ماشي. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ انا هنزل على طول، ده فريم الايه ال 15 دقيقه. انا هنزل على فريم التاكيد الثلاث دقايق والدقيقه، طبعا شرحناهم بالتفصيل. اشوف كسر في الهيكل الرئيسي الصغير، وابدا السعر يصحح، وهبدا ابيع. استهدف ايه بقى؟ استهدف سيوله، ولو انا مش فاهم في السيوله استهدف 50% من الموجه، لان انا برضو ايه قلت لك ان الكسر الضعيف حتى ده برضو يعتبر كسر ضعيف. فالسعر لو هيرد لك منين؟ من الاكستريم اوردر بلوك. دي الاستراتيجية التانية. حاصلة على الدهب دلوقتي. بص كده، السعر هنا دلوقتي عند اخر قمة اهي قوية، السعر عمل لها ايه؟ سويب ليكويديتي. فده انا ببدأ اشوف اول فراكتال شيفت او اول كسر بسيط، ويبدأ السعر يصحح عليها، وابدأ ابيع الصفقة زي ما قلت لك. وانا اسف ان انا ما طبقتش كتير على الكلام ده وانا بكروتك كده، بس والله ان 15 حلقة في المستوى الاول، ودي 16، ولسه انفستمنت 17. كتير كتير والله، كتير جدا. فاتمنى اكون فدتك في المستوى الاولاني. لو انت مش هتقدر تتضم معانا المستوى التاني برضو، انا كنت قايل لكم ان انا الاسئله هبدا ان انا ههتم، ولكن يعني قصدي ان انا ههتم بالمستويات التانية، خاصة ان احنا نعمل بقى جروبات متابعة ونعمل مكالمات يومية شبه يومية وكده. ولكن برضو لو عطلت في اي حاجة ابعت لي رسالة ان شاء الله ارد عليك، اسيب لك رابط القناة في الوصف. بس كده. ولو في حاجة برضو تاهت مني، بس مش دلوقتي، ممكن بقى كمان يومين 3 ابدأ اعمل لك ايه فيديو ان شاء الله عنها. وبس يا سيدي، في اي حاجة برضو تاهت منك سيب لي او ابعت لي عليها، ابعت لي صورة ليها وابدا اصلحها لك. وبرضو ان شاء الله ممكن كمان يومين 3 4 اعمل لك مراجعة شاملة كده على اللي احنا خدناه كله. ماشي. بس انا عايز اخلص من المستوى الاولاني عشان بقى اركز مع الناس المستوى التاني، لان في ناس مستوى متقدم مستنيين المستوى التاني بقى لها بتاع 10 ايام ولا حاجة. فبس يا سيدي، استناك ان شاء الله بقى ايه، في تابع بقى تحليلاتي. ان شاء الله انا عامل بلاي ليست خاصه بالتحليلات الصفقات. يمكن فرجة على الصفقات كتير وشرح الصفقات بتزيدك خبره وبتزيدك. انا ما يعني ما اتطورتش الا لما برضه فضلت اتفرج على ناس بتشرح صفقات، ناس قويه بتشرح صفقات قويه، بس لازم اكون واثق في اللي بيشرح، مش بيقول اي كلام وخلاص. فبس يا سيدي، اتمنى اكون فدتك في الكورس. اتمنى ان انت ان شاء الله تكون بتعمل، هو ناس فعلا الحمد لله، في ناس اوريدي بتعمل ارباح في الحمد لله يعني في المستوى الاولاني. وبس يا سيدي. السلام عليكم.